السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده هنشرح دالة الفي لوك اب. دالة الفي لوك اب دي فايدتها ايه وانا ممكن استخدمها ايه لو انا عندي محل او اي حاجة فيها مثلا بيع وشراء. دلوقتي انا عندي داتا بمجموعة البضاعة اللي عندي، البرودكت اللي عندي زي لاب، فون، كاميرا، ايباد، هيدفون. عاطي كل واحدة منها كود، يعني أنا جبت المنتجات اللي عندي سجلتها وقلت لكل منتج كود وكتبت الكمية بتاعتي والسعر بتاع كل حاجة. يعني مثلا اللاب مثلا عن سعر 1000 جنيه، لو عندي 5 لاب يبقى عندي 5000 جنيه. حلو. دلوقتي انا حد جاي يشتري من عندي وانا عندي مثلا داتا كتير، هعرف بقى منين سعر اللاب ده مثلا او نوعه ده حسب الكود بتاعه. ما انت ممكن يبقى عندك اكتر من نوع للاب وكل لاب بكود. فتقوم اعمل ايه؟ اول حاجة بالشكل ده كاتبين فيها البرودكت والبرايس والكوانت، الكمية بتاعته والتوتال برايس في لوك اب. قمت رايح كاتب في الداتا دي الكود بتاعها، نغير نمسحها خالص عشان نكتبها من جديد. تقوم كاتب ايكوال في لوك اب، حدد نوع المنتج. انت مثلا كتبت لاب، انت عامل علامة، تقوم محدد الجدول بتاعك، تقوم محدد من علامة تانية كاتب دلوقتي السعر بتاعه موجود في انهي عمود، في الرابع ده، 1 2 3 4، يبقى في الرابع تكتب 4. حدد علامة. هو قال لك بقى exact match يعني اللي هو عايز القيمة بالظبط. نضغط انتر، قال لك القيمة بتاعته 1000. حلو، القيمة بتاعته 1000. طيب ماشي، انا غيرت لاب دي مثلا خليتها فون، قال لك القيمة بتاعته 500، سعره 500 وانا عندي منه 4 تاني. طيب هنا برضه نفس الشكل. تمام، امسحها. عايز اعرف عندي قد ايه، عملت ايكوال في لوك اب. هنكتب برضه هنا نعمل علامة. ممكن بقى مكان ما احدد ده انا مثلا بحدد كل مرة ده، لا في طريقة نعملها عشان منقعدش نحدد ده. نكتب مثلا كلمة واحدة بس هقولها لكم بعد ما اخلص. العمود التالت فورس اكزاكت، ضغط انتر، وقالك عندي منه 5 ألف. ده بقى ازاي؟ دي في دي. تمام. طيب مثلا انا مش عايز اقعد كل شوية احدد الجدول دي، فاعمل ايه؟ انا في طريقة لو انا كنت محدد ده كده، قمت رايح على الفورمولا، قمت رايح على النيم رينج، قمت ضايفه نيو، مثلا هتسميه برودكت، وتعمل اوكي. خلاص بقى موجود عندك ومتحدد رينج من كام لكام. تمام. لو انت قمت شلت دي ريت برودكت، هيديك نفس ايه النتيجة. طيب في طريقة تانية مثلا دلوقتي، بص انا ممكن ايه اضغط على دي واختار من، تبقى مرة كاميرا، مرة ايباد، مرة هيدفون، على حسب المنتجات اللي عندي. طب انا هعملها ازاي؟ قوم رايح على كلمة كاميرا دي، قوم رايح على داتا، قوم رايح على داتا فاليديشن، قمت عامل كده. هختارها هنا، قوم كاتب ليست، قوم رايح محدد الليست دي بتاعتي دي، بس مش كل الليست بس عشان اقدر اختار منها. قمت عامل اوكي. خلاص ظبط لك كده بقت عندك كاميرا. مثلا عملت لاب، عملت فون، طبعا هنا الدالة مش متفعلة، انا مكنتش مفعلها، احنا عايزين نكتبها تاني مع بعض. نعمل ايكوال في لوك اب، نحدد القيمة التانية دي، نكتب هنا برودكت، ايكوال العمود رقم 4، ضغط انتر، هيطلع لك قصدي 100. الكاميرا سعرها 100. خلاص انت مثلا عايز تغير هنا فون، هتلاقي سعره اتغير، لاب هتلاقي سعره اتغير. هتكمل بنفس الشكل سواء ايباد او كده. انت طبعا معلش تحتاج بقى كل ده، خلاص انا هحتاج جدول واحد ومظبطه. عامل هنا الدالة بتاعتي، وعامل حاطط وعامل دالة الكمية بتاعته، وعامل توتال برايس ضرب ده في ده. فخلاص يبقى انت بتغير اي حاجة هتلاقيها مظبوطة معاك. دلوقتي انا مثلا عندي الراجل اللي شغال معايا في المحل، او الراجل اللي بيبيع، او لو هو بيشتري بياخد من عندي ويبيع بره، يعني شغل سيلز وكده، عايز اديله الكوميشن بتاعه، احسبهوله ازاي؟ فانا قمت كاتب السيلز اللي عندي مثلا لو من 0 ل1000 ياخد عليها ايه 25، وقال نسبة المبيع طبعا 0. من 1000 ل2000 ياخد ايه $30 مثلا او 30 جنيه اي حاجة، ومن 2000 ل3000 35. هعملها ازاي؟ اول حاجة اعمل ايكوال، اول حاجة كنت مثلا هنا ايه، هنا الى 1000 مثلا. تمام. هو مثلا ايه باع ب1000، قمت اعمل ايكوال في لوك اب، كنت محدد دي، تعمل علامة، كنت محدد الجدول الكمية دي، كنت تعمل علامة. انت عايز العمود التاني،
تعمل علامة، هيقول لك تعملها ابروكسيميت ماتش، يعني تقربها لأقرب رقم. تمام، قمت ضغط انتر. قال لي لو 1000 يبقى هو ياخد 30. طب انا قمت مغير ده، قمت خليتها مثلا 2000 ياخد 30 برضه، لأن 2000. طب لو خليتها 500 قال لي 25، لأن من 0 ل 125. لو خليتها 2500 هياخد ايه 30. ليه 3000؟ لأن عامل هنا المينيموم 3000. طب لو غيرت دي، قمت خدت المينيموم بتاعي 2000 هياخد ايه 35، لأن المينيموم بتاعي كان 2000. مع ان دي كانت غلطة، كنت عامل 2000 3000 المينيموم 3000، لأ المينيموم 2000. فهو من 2500 هياخد طبعا 35. بس انا لو كنت الغلطة سبتها 3000 ما كانش هياخد ايه 35، كان هياخد 30.